بسم الله الرحمن الرحيم. من جديد بجمعية الغدير بأبيجان مسرحية لامست القلوب. شفنا الدموع، شفنا البسمة، شفنا الفرحة. حكينا عن بعض المشاكل، بعض وليس كل مشاكل اللي بتعاني منها الجالية اللبنانية، من المعاناة من مشاكل اجتماعية، مشاكل الأهل وأولادهم، مشاكل المدارس وما إلى هنالك. هذا العمل شمل بعض المشاهد الاجتماعية اللي فعلا كانت كان بدها وقت، مثل بيقولوا حبكتها لنشتغلها. أخذنا وقت أكثر من شهرين بالتحضيرات والكتابة لنشوف شو المشاكل اللي عم نعيشها. طبيعة الحال عم نسأل انه هل بعد في اكتر من هيك من اللي عملتوه؟ بعد ممكن اكتر، طبيعي حيكون ان شاء الله في اكتر باذن الله. بهمة الشباب الله يعطيهم الف عافية. انا ببارك بجهودهم وبتشكر كل اللي اجى حضر وشافوا هالاخوان اللي عم بيقوموا بهيك عمل رائع وراقي. ان شاء الله الى المزيد من التقدم، وان شاء الله بنشوفكم باعمال احلى واحلى باذن الله تعالى. شكرا لكم، شكرا لكل اللي حضروا، خاصة الإعلاميين، ولصوت الاغتراب بالذات لأخينا العزيز. بتشكركم كلكم سوا، وإن شاء الله إيدنا وإيدكم لنوصل صوتنا ببلد الاغتراب. يعطيكم ألف عافية. أنا بدوري بدي أتشكر المخرج المبدع الفنان محمد خميس، يلي دايما بيحضر خصيصا من لبنان حتى يعطينا ابداعاته وفنه في الجالية اللبنانية. بدي احييك انا، بدي لك الله يعطيك الف عافيه، ونحن ان شاء الله منتظرين منك الجديد إن شاء الله. اعزائي المشاهدين، كان معكم عصام الأشيش من صوت لبنان الاغترابي، مجمع الزهراء الثقافي أبيجان.